من ابسط واسهل الاكلات اللي ممكن تعمليها في وقت بسيط خالص. هتعملي صينيه زي الفل كده، حلوه جدا وطعمها رهيب واقتصاديه الى حد ما. يعني عباره عن بطاطس وعليها بيض بقى حسب ما انت عايزه. تعالوا كده نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وسلم، ونشوف الطريقه الحلوه دي. واول حاجه كده يا اختي يا حبيبتي، ما تنسيش تعملي اللايك وكمان الاشتراك في القناه وتفعلي الجرس علشان ان شاء الله يوصلك كل جديد. ونقول بسم الله ونشوف طريقتنا الحلوه دي. اول حاجه كده هجيبها صينيه على البوتاجاز وهنزل بشويه حلوين كده من الزيت، ومعايا بقى بصلايه كده مقطعاها مربعات صغيره بالشكل ده. ما حبيتش ان اقطعها شرايح بحيث ان برضو الاطفال عندي يعرفوا ياكلوها، مش يطلعوها كده ويسيبوها على جنب، وحرام برضو في الوقت اللي احنا فيه ده. تمام، قطعتها كده حتت صغيره لغايه ما دبلت معايا، ونزلت عليها بنص معلقه كده كبيره من الثوم المفروم، وبدات ان انا اقلبهم كده مع بعض. واول ما الثوم يدبل معايا وريحته كده تطلع، هقوم نازله عليه بقى بايه. شايفين بقى الجمال؟ لسه ما عملناش حاجه والريحه كانت خطيره، الثوم قلب الدنيا. وبعد كده معايا بقى كام بطاطسايه حلوين كده مقطعاهم بالشكل ده كده. هبتدي ان انا كده اقلبهم مع البصل وكمان الثوم تشويحه خفيفه كده يعني. وبعد كده بقى توابلنا البسيطة خالص. هتجيبي معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، وكمان معلقة صغيرة من البابريكا. تمام، حلو الكلام. هبتدي بقى ان انا اقلبهم مع بعض كده بالتوابل بالبصل والثوم والبطاطس، واديهم ايه تقليبة كويسة جدا. بعد كده عصرت بقى طماطم، يعني على حسب برضو الكمية اللي هتعمليها. تمام، ده كده كام طماطمية حلوين كده، وكمان عشان ازود القيمة الغذائية وكمان اللون يبقى حلو، حطيت حتة من البنجر وهي بتتعصر وصفيتهم، ونزلت بقى عليهم على البطاطس بالشكل ده. جبت بقى معلقة ونص كده من الملح، بدأت ان انا اظبط ملحي، وبعدين ايه نص معلقة كبيرة من السكر. طب ليه سكر؟ علشان اول حاجة الحموضة، وكمان علشان بيديها يعني للاكلة كده تسكيرة بسيطة خالص كده، بيحلي الاكل بمعنى اصح، بس مش بمعنى اللي هو يحليه يخليه حلو، لا بيديله تيست كده حلو جدا. تمام، بدأت تغلي معايا كده واخدت كنت طبعا غطيت عليها، واول ما هتاخد بقى قلبتين كده حلوين، هقوم جايبه بقى البيض حسب برضو يعني ايه ما انت عايزه كميه البيض تبقى قد ايه. طبعا نزلت بيضه كده في بيضه في الطبق كده، علشان برضو لو لا قدر الله في بيضه او حاجه بايظه ما تبوظليش البيض كله. تمام، بدأت ان انا انزل ببيضة كده على الصينية الحلوة دي كده بالشكل ده. شايفين بقى الجمال؟ اللهم صل على النبي. بصوا، يعني هي بسيطة بس بجد طعمة وحلوة جدا. بعد كده جبت رشة بسيطة بقى من الفلفل الاسود وحطيته على كل بيضاية كده بالشكل ده. مش هحط ملح، خلاص احنا ظبطنا الملح بتاعنا، والبيض بقى هيتطعم من الصلصة وبقية الحاجة اللي احنا حاطينها. شايفين؟ بظبط بس كده ان انا احاول ان انا اجيب شوية كده من الصلصة عليهم، عشان برضو يطعموا كده ويبقوا طعمهم حلو البيض معايا. وبعد كده هغطي عليها بالشكل ده، وحاجات بسيطة وان شاء الله تكون الصينية جاهزة. هنا كده كنت عملت الرز ابيض جنبها. شايفين بقى؟ بسيطة خالص، وبصي وقت بسيط هتكوني عاملة احلى صينية بطاطس بالبيض. سهلة جدا. الطريقة ديت متعلماها من مامتي، ربنا يخليها ليا ويديها الصحة والعافية. بصوا كانت خطيرة، بتعملها بنفس الطريقة دي كده، وكانت بصوا تحفة بجد. كانت حلوة جدا واكلة يعني كنت بحبها قوي من ايديها، ربنا يديها الصحة والعافية ويخليها لي. هنا كده قدمت بقى الرز الابيض بالشكل ده كده، وهحط بقى جنبيها كام بطاطسايه كده على بضايه، وبألف هنا وعافية للي هياكل. البطاطسايه دي كده مكسورة عشان كنت بشوفها بقى استوت وهي كانت لسه على النار ولا لأ، والدنيا مظبوطة معايا ولا ايه. بس كده شايفين بقى الجمال؟ خطيرة. ما تنسيش ان شاء الله كده تجربيها وتقولي لي برضو رأيك في التعليقات تحت الفيديو،
وكمان ما تنسيش تعملي لي لايك للفيديو ده لو عجبتك الطريقة، والاشتراك في القناة، وكمان يا ريت تفعلي الجرس علشان ان شاء الله باذن الله يوصلك كل جديد. شايفين بقى الجمال؟ بس كده، اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد وطريقة ووصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.